عاجل. أول ظهور وتصريح إعلامي للفنان سعد المجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا ويفاجئ المغاربة بكشفه لموعد عودته للسجن. خرج الفنان سعد المجرد قبل قليل في أول ظهور وتصريح إعلامي له بعد خروجه من السجن بشكل مؤقت، ويزلزل المغاربة بتصريحه ويكشف موعد عودته للسجن، وإليكم ما جاء في تصريحه والتفاصيل الكاملة. وكان قد تم إطلاق سراح الفنان سعد المجرد بشكل مؤقت يوم الخميس الماضي قبل عيد الفطر بيوم واحد، وهذا ما أفرح وأسعد كل المغاربة وكل محبي الفنان سعد المجرد. ونشر صورا له مع زوجته وعائلته يوم العيد باللباس المغربي محتفلين بإطلاق سراحه المؤقت وبعيد الفطر. وخرج سعد المجرد قبل قليل في أول ظهور وتصريح إعلامي له يفاجئ الجميع بتصريحه ويكشف تفاصيل غير متوقعة وموعد عودته للسجن، حيث قال في تصريحه: أود أولا أن أشكر كل المغاربة وكل جمهوري عبر العالم على دعمكم لي ووقفتكم معي خلال هذه المحنة التي أمر بها. لقد قرأت رسائلكم المليئة بالدعاء لي وبكيت من الفرح. فعلا أنا أحبكم كثيرا يا أجمل وأفضل جمهور في العالم، وها أنا اليوم خارج السجن بفضل دعواتكم معي. شكرا لكم كثيرا. وبالنسبة لموعد جلسة الاستئناف فستكون في أواخر هذه السنة، حينها ستعلن المحكمة حكمها النهائي وتحدد ما إذا كنت سأعود للسجن أو تظهر براءتي ويطلق سراحي بشكل نهائي إن شاء الله.